حبايبي الطيبين الشينين المفلسين الشينين، القصة دي للشينين لو ما شين مش هاي يا محلك أزول انت كم ما شين شيء منه طيب. القصة ما فيها باختصار يا الجامعة قاعدين انا والسيد في الجنب بذكر محاضرات ما في برنامج. قلت له اسمع كلامي، انا عندي زبون بيقرا في النيلين ماشي الحوش الاقي كيف فقام سالني قال لي يا اخي الزبون ده كشفت لي قبل كده؟ قلت له الزبون ده ما قعدت لي لكن شنو تليفونات بس. قال لي انا عازمه منها انه تشوفني، يعني انا ماشي بحسابها شنو الزبون ده لو طلع ما ديسيس الواحد شنو يعاود بالطريقه. قال لي ديسيس يا ولد ارفع لها تليفون خلاها تجي مع صاحبتها. انا الشباب ذاك قلت له صاحبي قلت لا تليفون كيف طاد وين العربي؟ قال لي شوف لو طلع الشينه وصاحبتها سمحه انا ما عندي لك اي حاجه. وصلنا الحوش ده قلت لها تليفون وين انتم؟ قالت لي نحن بالحوش. قلت لها نحن ذات بالحوش، نحن بجاي جنب الكليه الجهه الجنوبيه. قالت لي نحن الرواكب بغار. الرواكب البرة الشغله دي ما قاعد معناها باكم ماليه. وين؟ تعالوا الراقوبه الثالثه ضيد استقبلنا جنب الباب. والله طوال خشينا قاعدين. السيد بعال للبيت وعال لصاحبته، بعال للبيت وبعال لصاحبته، انا بعال لصاحبته وبعال لصاحبته وبعال لصاحبته. ولقيتها كيف؟ هاي صاحبتها حلوه شديد. ما صاحبتها هي ذاتها. منو؟ غايته لا وسط غايته. قالت لنا تشربوا شنو؟ قلت عليه بلي من الليله خسائر ثقيله. قلت له نار جبل. السيد قال داير شاي، هي قالت داير شاي، صاحبتها قالت داير شاي، الا انا قلت داير جبل. ست الشاي جابت الجبل خدتها قالوا نتعرف. العرف اللي انا ثاني ما تكلمت. بقيت قاعد عامل كده. قامت قالت لي سارح وين انت؟ قلت لها انا سابح في بحور فكري في احزاني في الاوهام. اذا شيل كوبايته والسيد قام حاسب يا زول بيجوا. طبعا ما قلت له يا زول عاقل. طلعنا فرصه سعيده فرصه سعيده. بقينا مالين. قلت له السيد يا اخي نحن معزومين انت بتدفع معنا. قال لي هذول انا اخلي مرة تدفع. قلت له يا اخي ما عقاب ليه؟ حتقول لي يا بوكا نحن استفدنا شنو؟ البيت طلع شينا وغشيتك. حقول لك انا حكيت القصه دي ما عشان اضحك في البيت ولا عشان انتوا تضحكوا فيه، برغم انه كلام عليك كان بالحرف لو لقيتني شينا ارجع. قالت لي عديل الشاهد بتاعنا انه دي نظرتها لنفسها انها حلوه مع انه انا شفتها شينا. خلاص الكلام يا عزيزي ما هو مهم الناس شايفك كيف، انت شايف نفسك كيف وانت اللي بتغير نظرة الناس لك. انا اللي خلاني ما ارجع ما عشان ما احرجك قدام صاحبتي، الثقة جوا هي المناعرني. ومن اليوم ذاك منظوري الفكري اتغير كتير. شكرا على الدرس الجميل. وبرضه في حاجة نخدها في بالنا كلنا انه ما في زول بيسلم من التنمر مهما كان. يا اخي انا لا عدت زي فترة كل ما يلاقيني زول فبقوم بقول له والله يا اخي ما قاعد اسف. بيستغرب فيني يا اخي انا ما قاعد اسف اي زول خجم كبير يسيب. طيب من الاخر كده نحن استحاله نتحكم في الواقع. يعني مساله وقفوا التنمر، وقفوا الكلمات الجارحه، وقفوا الكلمات المحبطه. لا ما بيحصل كده. لابد انك تلاقي الداعم والمحبط اللي بيحبك واللي بيكرهك. من الافضل انك تقوي نفسك تقوي شخصيتك عشان شنو؟ عشان الاخرين ما ياثروا فيك ولو بغيد انمله. لحد هنا ده كان زماني معاكم ودمتم سالمين.